القاهرة تقدم صورة ورا صورة تكمل الصورة، والصورة من بلدي، صور من بلدي، صور من بلدي. إعداد سهى عزمي، رؤية فنية فؤاد السيد. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة وصور من بلدي. أعزائي، فولاذ عبد الله الأنور شاعر مصري مهموم بأحوال وطنه، لا يكتب الشعر إلا حين يشق جدار صمته حدث جلل يستحق أن ينظم من أجله شعرا يخلده الزمن وضمير الإنسانية. ارتعاشة الرفض، قصيدة نظمها الشاعر الكبير فولاذ عبد الله الأنور، ترفض أبياتها أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، ترفض انتهاك حقوق الإنسانية واغتصاب الأرض. يمضي فولاذ عبد الله الأنور في حديثه حتى يصل بنا إلى قصيدته إلى شروق الأسعد، الفتاة المصرية التي اعتقلها المحتل الإسرائيلي في أعقاب الانتفاضة الثانية، وهي تؤدي عملها كمراسل في قناة النيل للأخبار. أعزائي، مع الشاعر فولاذ عبد الله الأنور نقضي الدقائق التالية. الشاعر الكبير فولاذ عبد الله الأنور، نستهل اللقاء بك وقصيدة ارتعاشة الرفض، القدس. نعم. من قد نسج خيوط الفجر ستار ظلام للحرية، من قد حرق الشجر المورق في بستان الإنسانية، من قد نهب ديار الحب وطرد الأهل إلى البرية، كل الأرض تشير بغل، هذا دنس الصهيونية، منذ توارت خلف قناع الوجه الحالم، تذبح فوق صخور الحرب سلام العالم، تئد النور بكل طريق كي لا يصل إلى البشرية، تسرق من أحداق الناس الضوء الخافق للحرية، تسلب أرض الحب لتزرع فيها سم الإنسانية. يا ويلاه إذا ما صارت أرض الوطن بغير هوية. وطني، أعلم أنك يوما كنت حضارة هذا العالم، من كفيك طيور الفجر انطلقت عبر الليل القاتم، تحمل نور الله إليه وتوقظ فيه العقل النائم، فلم اليوم أراك حزينا خلف جدار الصمت القائم، ألمح في عينيك الآن دموع القهر، ترقب خلف حديد الأسر نفير النصر، لكن كيف يعود الفجر ونحن بجنح الليل الهائم؟ هل يتهيأ للمستلقي في أحضان الصمت الجاثم أن يستحضر خطو النصر، وخطو النصر بعيد غائم؟ أرفض أن أتخيل وطني قد أخرسه الصمت الدائم، أرفض أن أتخيل دمعا يجري فوق خدود القدس، أرفض أن ألقاها وجها يطرق خلف حديد اليأس، أرفض أن أستمع أنينا منها ينقل روح البؤس، تلك عروس سلام حملت في كفيها قرص الشمس، ثم انتظرت عيسى زمنا في الطرقات
حين أتاها طفلا ينطق بالكلمات: إني عبد الله أتيت لأرفع بالإنجيل النفس، ثم سيأتي أحمد بعدي بالقرآن يزيل الرجس. تلك عروس سلام حملت في كفيها قرص الشمس، يرفض قلبي أن يلقاها تطرق خلف حديد اليأس. شهدت بدايتك الشعرية شعرا وطنيا خالصا، رايات السلام، شارات المجد المنطفئة، وروائح من عشب مارس. أنا كتبت في البداية شعر عاطفي كثيرا، بالرغم من هذا كانت مرحلة تسمى مرحلة الصمود، وبالرغم من هذا السبب كان عنيف، وكان يريد أن يشارك في الزحف المقدس الذي كانوا يوعدوننا به لتحرير من انتهب عام 67. فحضرتك الحقيقة كانت هناك أشعار عاطفية طبعا، لكن كان من غير اللائق أن يتم إرسال شعر عاطفي بعد أن مضى نحو حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات على احتلال سيناء بكامل أراضيها، والعدو أمامنا فوق خط بارليف ينصب أبراجه وينصب المدفعية، وأبناء القناة مهجرون إلى الصعيد، أبناء الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، أو مهجرون إلى الأقاليم في الشمال في الدلتا، ونحن عاصرناهم وعاصرنا أولادهم، كانوا زملائنا في المدارس. فلك أن تتخيلي أنه ليس من المعقول أن يقدم الشاب الموهوب تجارب شخصية له في ظل هذه الأجواء. فكانت المرحلة الأولى بالنسبة لي شعرا عاطفيا وشعرا في الطبيعة، لأنني من مدينة سوهاج مليئة بالمناظر الكونية الجميلة، فضلا عن قرية الآباء والأجداد التي أزورها في العطلات الصيفية وعطلات نصف العام. فكانت المرحلة تشكل اهتماما بالمظاهر الكونية واهتماما بالمرأة خاصة في هذه المرحلة المبكرة. لكن كانت الحالة الوطنية موجودة، ولكنها لم تكن هي المسيطرة سيطرة كاملة على الإبداع الأول. كان عنوان أول ديوان الجراح المتفائلة، ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التجارب العاطفية عن المرأة وعن الكون والأشجار والأنهار، والقسم الثاني عن الوطن كما استمعت سيادتكم. انتقلت إلى القاهرة بعد إذاعة هذه القصيدة عن القدس وقصائد أخرى طلبا للعلم، والتحقت بكلية دار العلوم، وهي معقل من معاقل اللغة العربية. وبالمناسبة هذه الكلية أيضا تخرج فيها فاروق سوسة أيضا يعني. فذهبت في صحبة والدي إلى القاهرة يوم 4 أكتوبر 73، واكتشفنا أن هناك إشعار أذيع في الإذاعات والصحف بغلق الجامعات والمدارس التي كان من المفروض أن تفتتح يوم 6 أكتوبر، بغلقها لحين إشعار آخر. في 6 أكتوبر فوجئت وأنا في القاهرة بصيحة الله أكبر، وبأهم نصر حقيقي في العصر الحديث على جميع المستويات. الحقيقة أنا شديد الاعتزاز بتلك الأيام التي ذهبت فيها إلى الجامعة، وتزامنت مع انتزاع عزة مصر وعزة العرب وكسر البلطجة، بلطجة العدو. الحقيقة لك أن تتخيلي حجم الفرحة التي كانت تسود الشرق كله، ونحن كنا في حالة رائعة جدا. فتحولت من المرحلة اللي ذكرتها لحضرتك التي كانت تنقسم إلى قسمين، تحولت إلى مرحلة خاصة بأكتوبر، فكتبت قصائد عديدة عن أكتوبر. وكان للإذاعات المصرية بجميع أنواعها فضل نشر هذه التجارب، واعتبرت من وقتها أحد أبناء أكتوبر. يعني أنا إلى جيل أكتوبر الذي غنى للنصر الوليد. هذه هي المرحلة التي واكبت. كيف غنيت للنصر الوليد من قصائدك؟ أنا تغنيت بعدة قصائد صدرت في ديوان اعقدي حاجبيك، أذكر هذه العناوين منها: السادس العظيم، وإلى بطل العبور، وأمام وجه الوطن،
إلى آخره. وقصيدة السادس العظيم ربما أذكر منها بعض أبيات الآن، لكن هذه القصيدة بالذات يهمني أن أنا أذكر للسادة المستمعين ولحضرتك أذكر أن تعرفي أن كان في رموز ممتازة في بلدنا. الحقيقة كانت في نهضة ثقافية ونهضة حقيقية لمواجهة أو لمواكبة هذا النصر. هذه القصيدة اسمها السادس العظيم، أذكر منها: مكثت يا مدينتي يومين لا أزيد، وفجأة في السادس العظيم من أكتوبر المجيد رأيت وجهك العظيم يرتقي إلى العلاء، ويستعيد في جدارة إمارة الوجود، وكنت قادما من الصعيد، فقلت يا قوافل الزمان توقفي. إلى آخر القصيدة بخاطب فيها الزمن والعالم بأن يتوقف تحية وإكلا لذلك الجندي الذي هدم أسطورة خط برلين. الشاعر الكبير فولاذ عبد الله الأنور، انقطعت عن كتابة الشعر سنوات طويلة، لكن فتاة صغيرة اسمها شروق الأسعد أعادتك إلينا. نعم. في فترة من فترات التحول الإنساني الطبيعي، يعني الإنسان بيمر بمراحل تغير طبيعية في حياته. في الفترة من 87 لغاية تقريبا 96، يعني حوالي 9 سنين أو أكثر أو أقل. في الفترة دي أتيح لي بعض الفراغ، فقرأت في الفكر الإسلامي وبتنوعه. من هي شروق الأسعد التي أعادتك إلينا؟ بالضبط. يعني أنا ما كنتش حتى بتفرج على التلفزيون، لكن هو حدثت سيادتك حاجة مهمة قبيل موضوع شروق أسعد، حاجة مهمة جدا، اللي هي طبعا الحرب اللي اندلعت في بلاد البلقان بين الصرب والكروات والمسلمين هناك، وراح ضحيتها الكثير من أبناء كوسوفا، والكلام ده أظن سنة 94. يعني في هذه الحرب طبعا احنا كنا في الخطابة في الجامع بنتكلم عن ده، فكان الشعر يتفلت من حيث لا أدري مني بحكم أني شاعر على المنبر، تتفلت جمل كما أحدث زي ما بحدث حضرتك كده، تتفلت جمل غير مقصودة من الشعر، إلى أن حدث الموقف الآتي: أن أنا كنت أتابع، كانت الانتفاضة الفلسطينية بدأت، وكنت أتابع مراسلة قناة النيل للأخبار المصرية الموجودة في القدس، واسمها شروق أسعد، وهي إذاعية ماهرة الأداء، معبرة، تجيد الارتجال بما يريح المشاهد والمستمع. كنت أتابع الرسالة المرسلة من القدس عقب نشرة أخبار قناة النيل الساعة 6 أو الساعة 9 تقريبا، إلى أن الحقيقة عادتني من حيث لا أدري. يعني كان صعب أن أنا أجد المذيعة بتاعتي اللي أنا بنتظرها كل يوم عشان أستمع إليها، كان صعب، وهي قليلة الحجم كده، وأشوف أنها مقبوض عليها في التلفزيون. تم الإطاحة بالمصور بتاعها بتاع الكاميرا، ورؤية المصور وهو ملقى على الأرض والكاميرا محذوفة على مسافة 2 متر منه، ورؤية شروق أسعد بين قبضة 2 من رجال السلطات الإسرائيلية، واحد يمسك ساعدها اليمين والثاني الشمال، وهي تقاوم وترفض ويجروها من إيديها. وأنا اعتبرت أن هذا المشهد لابد أن يكون له موقف شعري، فكتبت هذه القصيدة بعد ما اعتزلت الشعر فترة طويلة. نستمع إلى بعض من أبياتها. نعم. إلى شروق أسعد في أرض النبيين، فضائيات المصرية كانت هناك في القرى التي بارك الله فيها، حيث يشتبك الحجر بالبندقية ويقف الطفل الأعزل في وجه القناصة والصيادين. إلى شروق أسعد. أين أنت وهل ما تزالين في القدس تلتقطين بها صور العرس للشهداء على درج الأنبياء؟ أمنك في اللد واقفة
تنقلين صور المجد بين أزيز القنابل. الصبي يطوح مقلاعه في الهواء ويرمي به عربات مسطحة ومجنذرة وجحافل طلعت من وراء التلال عليه تدور حواليه وهو يدور بمقلاعه ويقاتل. وطن تعرفين تفاصيله، وقرى بارك الله فيها تجلى بها الأنبياء وغازلها الشعراء وحط بها الغرباء ودل عليها الكتاب الكريم. أين أنت وكيف مضى آخر الشهداء إلى نزل من غفور رحيم؟ كيف شيعه اللاحقون به كالعروس تزف إلى زوجها ظاهرين على الحق مستمسكين به؟ كيف كان خروج الجموع له واحتفاء السماء به؟ كيف كان النعيم المقيم؟ أسعفينا ببعض الحضور الحميم. أين أنت وماذا عن الأمهات الثكالى، عن الفتيات الأيام يزغردن للشهداء فتخرج من أفواههن النجوم إلى أفق تتبدد منه الغيوم، وأشرقت الأرض بالنور من ربها. إنها القدس يا راجم الأنبياء ويا قاتل المرسلين. إنها القدس تخرج أثقالها ويدافع عنها الحصى ويكون اليقين. عجبا كيف حين يقوم العدو بسد الحصار وذبح الصغار وبقر بطون الحوامل، كيف وهو يقوم بحرق الزروع وطفئ الشموع وهدم المنازل. عجبا كيف يرتاع من وجه طفل جديد يطل وشاب شهيد يهل وكاتبة ومراسل. أسعفينا ببعض الرسائل، افتحي لإرادتنا لهبا في اتجاه الحدود. أمن اليهود خطفوك على البعد أم رفسوك على القرب، أم فتحوا النار أم وضعوا في يديك القيود؟ أقرئينا كتاب الخلود. وما زالت القدس تنبت فينا الشعر والألم والأمل في غد أفضل. شكرا شاعرنا الكبير فولاذ عبد الله الأنور. شكرا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشكرا للسادة المستمعين. وإلى هنا أعزائي المستمعين نصل ختام حلقة الليلة وصور من بلدي. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، وإلى حلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه تحيات سهى عزمي الإعداد، أمل كامل التقديم، وهذه أرق تحيات مهندس الصوت إبراهيم عبدو.